سلام البنات، دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هاد لا فيديو هذا في اتم الصحه والعافيه يا ربي. قبل ما غنبدا الفيديو كنبغي نقول لكم عواشر مبروكه باش ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي تكونوا فرحانين بوليداتكم بصحتكم وتحققوا كاع الامنيات اللي كتمناوها في حياتكم يا ربي في هذا الشهر الكبير عند الله. وكل واحد كيتمنى شي حاجه الله يوصلوا ليها في الخير، وكل مريض الله يشافيه، كل واحد الله يعطيه ما كيتمنى ويفرحوا ربي بداك الشيء اللي كيتمناه. وكنبغي نوجه حتى الشكر كبير الناس اللي كيخليو لي التعاليق الزوينه وكيعطيوني واحد الطاقه ايجابيه وكيفرحوني بالتعاليق المحفزه والمشجعه صراحه اللي كتعطيني الطاقه ايجابيه وكتفرحني بزاف بزاف بزاف، وهي اللي كتخليني صراحه نوض نقلب ونوجد لكم شي فيديو جديد. الحب ديالكم ليا صراحه هو اللي خلاني غاديه للامام، وشكرا لكم من القلب صراحه. وحتى الناس اللي خارج ارض الوطن، تحيه للناس الجاليه المغربيه الخاصه المقيمين بايطاليا، بزاف تحيه كبيره لكم. الناس اللي كيدخلوا عندي الخاص وكيسولوا فيا نجاة غبرتي فينك توحشناك بغينا نشوفوك بغينا الجديد. الله يخطيكم ربي يحفظكم ليا ولا يخليكم دائما منورين لي القناه ومنوريني وبالوجود ديالكم انا مستمره. ما نطولش عليكم الغزاله ديالي كيف العاده فيديو جديد. وكنبغي نقول للناس اللي اول مره غتشوف لا فيديو يخليو لينا واحد التعليق زوين، ديروا لنا لايك واشتركوا في القناه باش ان شاء الله يبقى يوصلهم الجديد ديالنا وينضموا لا فامي ديال نجاة بيوتي. مرحبا بالناس الجداد والقدام، وتحيه الناس كاملين اللي كيعرفوني، وتحيه كبيره لا فامي غانم مدام نعيمه. تحيه كبيره لك اختي، تحيه كبيره لك. وهذا الفيديو هذا في الخطر ديالك. بما انه كيوصلوني بزاف ديال لي ميساج لهنايا ولا في اي موقع تواصل اللي كنكون فيها كيقولوا لي نجاة بغينا وصفه ديال التبييض، شنو السر البياض الوجه ديالك، شنو السر البياض ديال الجمال ديالك؟ ما كاين حتى سر ما حتى شي حاجه، شويه ديال الاهتمام، شويه ديال الاعتناء بالبشره والروتينات هذا اللي كاين. اليوم البنات جبت لكم قنبله، وصفه خطيره في التبييض البشره، شي حاجه اللي واو زوينه سهله. مكونات بساطين ومتوفرين ومتواجدين في كل مطبخ مغربي وعند كل سيده في الكوزينه ديالها. ما نطولش عليكم باش ما نديرش لكم التشويق، غندوزو نيشان اشنو عندنا في الوصفه البنات. حاجتنا الاول حاجه هي طحين ديال الحلوى، دقيق رطب، هذا خاص بالحلويات. ما ديروش مايزينا البنات، دقيق النشا لا، ديروا الدقيق العادي الخاص بالكاطو بالحلويات. هذا هانتوما البنات طحين الرطب اللي كنديروا به الحلوى وكنديروا به الكاطو. صافي البنات ها هو باين، هانتوما ياك. المكون الثاني وهو حليب كامل الدسم، حليب كامل الدسم، اي ماركه واي نوع، ماشي بالضروره ماركه معينه، اي حليب عندكم متوفر، حليب كامل الدسم. صافي البنات باين. والمكون الثالث وهو العسل، شفتوا عندنا البنات العسل هذا البنات انا عندي الحر، نتوما تقدروا تستعملوا غير العادي ماشي بالضروره. سمعتوني ها هو انا هذا مخليها البنات غير الوصفات، هذا عسل الحر ولكن راه مصوبه البنات بالاعشاب، ما نقدرش ندير منه بزاف غير اصل معلقه. شفتوه هذه خاصه انا عندي مخليها غير الوصفات. هذا عسل مصوب بالاعشاب، مي نتوما البنات ديروا غير العادي اللي مصوب بالسكر، وإلا عندكم هذا بالاعشاب كديروا راس معلقه صغيره. صافي البنات حتى لحد هنا باين. قلنا 3 ديال المكونات، عندنا الدقيق، عندنا الحليب كامل الدسم، وعندنا العسل. دابا البنات غنوريكم الطريقه كيفاش تخلطوا الوصفه باش تجي كريميه وغنطبقوها على البشره ديالنا. هذه وصفه كتجي فنه للبشره
كتعطيها ليكلا كتوحيد اللون، كتحيد التصبغات وتفتيح البشره ل4 درجات. زوينه البنات، انا ما كنستعملهاش ديما، ولا وليت كنديرها نهار ونهار لا، يعني 3 الايام في الاسبوع كتعطيني واحد البياض راه شنقول لكم رهيب، بياض الثلج اكثر من البشره ديالي اللي هي دابا عاديه ما محطوط عليها حتى شي حاجه. هانتوما كتشوفوا لون موحد بحال وجهي بحال يديا. شي حاجه اللي واو، هذه قنبله في التبييض ل4 درجات. تبقاو تستعملوها 3 المرات في الاسبوع، تخليوها مده ديال 30 دقيقه حتى 20 دقيقه حتى 30 دقيقه، ما ديروش اكثر. دابا البنات غادي نديرو الحليب باش نخلطو الطحين ديالنا، وغنديرو الشكل ديالو يكون شكل كريمي، خلطه تكون كريميه. ما يكونش بزاف البنات سايح بزاف، خلطه كريميه. انت اختي نعيمه نوريك الطريقه الطريقه كيفاش تصاوبيها باش تجيك الوصفه زوينه. انت اختي في خاطرك هاد الوصفه هذه ديال التبييض، لان البنات بزاف اللي طالبوني على الوصفه ديال التبييض. نجات شنو كديري لوجهك؟ هاد السؤال البنات كيجيني في اي موقع ديال التواصل انا فيه، كيوصلني هاد الكومونتير في الخاص. نجات شنو تديري لوجهك؟ نجات شنو اللي شي حاجه باش نبياضو؟ ديري معنا الوصفات اللي كديري، شنو الكريم اللي تديري. هذه البنات هاد الوصفه عندي معتمده، كتعجبني بزاف بزاف بزاف. غزاله هاد الوصفه، خطيره خطيره خطيره، زوينه بزاف. بحال هكا شفتوا يكون خليط كريمي. شفتوا؟ دابا البنات غادي نزيد القليل من العسل، نقيطه تكفي، وغنخلط. ما ديروش بزاف البنات الا عندكم العسل الحر، غير شويه بحال اللي درت انا، غير نقيطه هكا، قوام كريمي. شفتوا هكا؟ يلا اختي نعيمه جدي ليا الوجهيه ديالك مرحبا بك اختي، ها هي الوصفه. انت اختي في خاطرك هذه هكا، شتي تخلطي مزيان تتولي هكا كريميه. هذا هو القوام اللي زوين تخدموا بها البنات الخلطات ديالكم، ماشي جاري بزاف ماشي عاقد، باش ديروها بحال شي كريمه. وانا دابا البنات غنحطها وغادي نطبقها على يديا. نديرها البنات انا على يديا صافي. ها نتوما غديروها على وجهكم من طبيعه الحال، انا غير كنوريكم. ها نتوما، وغادي نخليوها باش تلاحظوا الفرق. غنخليها انا واحد شويه حتى تنشف، ما نديرش كوشه غليظه. نتوما البنات غديروا طبقه شويه بحال هكا على الوجه ديالكم، وتخليوها البنات 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. انا غنخليها حتى تنشف. المهم حتى تنشف غادي نغسلها باش تشوفوا النتيجه النهائيه، كيفاش غتكون الفرق ما بين هاد اليد وهاد اليد. هاد اليد غتولي بيضه اكثر واكثر. ها نتوما كما كتشوفوا، ها هي شفتوها. غنخليها انا البنات واحد شويه حتى تنشف. نتوما الوجه ديالكم ضروري من 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. انا غنخليها حتى تنشف، حيت طبقتها على اليد ديالي ودرت لها غير كوشه خفيفه. المهم واحد 10 دقائق. انا اون فوا نشوفها نشفات، خاصو حتى ينشف، ما يبقاش بحال هكا ينشف صافي. كتبداي تغسليه بواحد الصعوبه، كينشف على الوجه، ولكن راه ملي كتغسليه ما شاء الله كيكون واحد البياض غزال 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 بزاف. وكتعطي ليكلا تفتيح عميق، حتى اللي عنده الكلف، اللي عنده ليطاش طبايع، عنده اثار ديال الحبوب في الوجه ديالو، كيولي ما شاء الله واحد البياض صافي بزاف ومنور. يلا البنات بغيت الفيديو يوصل اكبر عدد من المشاهده واللايكات.
التعاليق الزوينه بحالكم محفزه. واللي اول مره غادي يشوف لاشين وغيشوف الفيديو ديالي بغيتي تابونا ويفعل خاصيه الجرس باش يبقى يوصلوا الجديد ديالنا وينضم لا فامي ديال نجاة بيوتي اللي الحمد لله غدا وكتكبر بفضل الله بفضل ديالكم الغزالات ديالي. وكنموت عليكم بزاف ونخليكم البنات علين نشف ليا هاد الوصفه على يديا نغسلها ونتلاقاو. البنات من بعد ما غسلت يديا خليت حتى الوصفه نشفات وغسلتها. شوفوا على ليكلا، شوفوا البنات بياض. ها نتوما عاد غسلت يديا شفتوا واحد ليكلا ما شاء الله. انا راه يعني ما درتش واحد الكوشه غليظه، بقات لي تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. وها نتوما شوفوا على بياض ما شاء الله. شفتوا كتبقى بلاصه بيضه وعندها واحد فيها واحد ليكلا ومنوره ما شاء الله. نتوما البنات راه غديروا على الوجه ديالكم غتخليوه 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه. انا دابا راه خليته غير شي 10 دقائق لانني درت واحد الكوش رقيقه وخفيفه دغيا كرمات غسلتها. وشوفوا النتيجه ما شاء الله كتعطي واحد ليكلا اللي زوينه. كيولي الانسان الوجه ديالو منور واللي شافك كيقول لك شنو السر ديال البياض ديالك، شنو السر الجمال ديالك. وانت البشره ديالك راه ما دايره لا حتى شي حاجه، هي هكاك تتنور. حيت البنات الطحين والحليب كينقي البشره، كيحيد منها ليطاج، كيحيد لك التصبغات، كيحيد لك داك الاثار ديال الحبوب اللي كتبقى كحله في البشره ديالك. لا عندك شي طبعه قديمه، عندك اي حاجه تصبغات، عندك شي حاجه قديمه في البشره ديالك في الوجه كتحيد، كتبقى تبهات نهار على نهار. ولكن البنات ما ديروهاش يوميا، نهار او نهار لا، عندكم 3 ايام في الاسبوع غتبقاو ديروها مده 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. ما ديروهاش قل ما ديروهاش اكثر. و3 ايام في الاسبوع ما تفوتوهاش. راها غزاله وكتعطي نتيجه اللي مضمونه 100%. ولا داومتوا عليها واحد على الاقل 20 يوم غيبان لكم واحد النتيجه اللي باينه. وما غتلاحظوهاش غير نتوما، غتلاقاو بالناس وغيبقاو يقولوا لكم شنو السر البياض. شاركوا معنا يلا البنات، بارطاجيو معاهم الفيديو يلا اختي. صيفطوا لا فامي ديالكم اللي عندكم في الواتساب، بارطاج مع احبابكم وصحابكم. ودعمونا البنات باللايكات، بشي تعليق يكون زوين ومحفز ويكون غزال بحالكم الزوينات ديالي. واللي اول مره غيشوف لا فيديو ينضم ويشترك ويفعل خاصيه الجرس باش يبقى يوصلوا الجديد ديال نجاة بيوتي وينضم لا فامي ديالنا. ومرحبا بالناس كاملين بالجدد وبالقدم. وكنموت عليكم الغزالات ديالي، ما كنسخاش بكم صراحه. نضرب لكم موعد جديد وفيديو جديد على الغزالات ديالي. السلام عليكم.